النهاردة نجيب ساويرس كتب تغريدة بيقول فيها: ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك، إحنا ولاد بلدك وعايزينك. طبعا التغريدة أو الرسالة دي كانت موجهة للاعب المصارع الشاب أحمد بغدودة اللي هرب لفرنسا. الناس كلها تفاعلت مع الرسالة، وردود كتيرة كانت بتشيد بالمهندس نجيب ساويرس وتقول له الله ينور عليك، وهو ده دور رجل الأعمال الوطني المحب لبلده. بس السؤال هنا، لو أحمد بغدودة سمع كلام ساويرس ورجع علشان يمثل مصر في البطولات القارية والأولمبية، هل هيتعامل معاملة محترمة من نفس الناس اللي رحبت برسالة ساويرس؟ أنا عن نفسي ما ظنش إن ده هيحصل، علشان إحنا بنحب نعيش اللحظة، وبعد اللحظة ما تعدي بنعيش لحظات تانية خالص. يعني مثلا هتلاقي اللي بيقول لأحمد: أديك رجعت واللي هيقول له: انت مش راجع عشان مصر، انت راجع عشان فلوس ساويرس، لو كنت وطني ما كنتش سبت بلدك وهربت. وهكذا من التعليقات اللي بنجلد بيها بعض على وسائل السوشيال ميديا، واحنا مش عارفين نتيجة تعليقاتنا هتعمل ايه في البني آدم اللي قصادنا. طب لو بغدودة رجع، هل ساويرس هيعرف يحميه من التعليقات السخيفة اللي ممكن يتعرض لها في كل مكان، حتى بين زملائه في منتخب المصارعة؟ أظن إن دي أسئلة مشروعة، لكن السؤال الأهم هنا هو إحنا ليه مش بنفوق غير بعد وقوع البلاء؟ المرة دي الرسالة ليك أنت يا باشمهندس نجيب ولكل رجال أعمال مصر. ليه ما يكونش لكم دور مع الشباب الأبطال اللي بيمثلوا مصر، طالما أنتم متأكدين إنهم مش بياخدوا اللي يستحقوه من اتحاداتهم الرياضية، وطالما قادرين تحققوا ليهم كل اللي هم عايزينه زي ما الرسالة بتقول؟ ليه دوركم مش بيظهر إلا بعد هروب الشباب؟ مش ده برضو دور وطني أكبر بكتير من الرسائل اللي بتبعتوها بعد هروب الشباب دي علشان يمثلوا دول تانية بمقابل مادي هم شايفين إنهم يستحقوه عن جدارة ومش لاقيينه طبعا في بلدهم؟ يا ريت أسئلتنا دي يكون لها إجابة، ويا ريت قبل ما نحكم على أحمد ونقول له إنه يرجع أو ما يرجعش لازم نحكم على نفسنا الأول. هل لو أحمد بغدودة رجع هنعامله معاملة محترمة، معاملة البطل، ولا هنبصله على إنه كان هارب من خدمة الوطن ويفضل عايش بينا منبوذ، وساعتها مش هيعرف يهرب تاني ولا هيعرف يكون بطل تاني ويمثل مصر ويتوه زي كل اللي تاهوا؟ جاوبوا انتوا على الأسئلة دي وساعتها أحمد ممكن يرجع. أنا عن نفسي عايز أحمد يرجع، ومش بس أحمد، عايزة كل الشباب اللي بيفكروا بطريقة أحمد نلحق ننقذهم من تفكيرهم السلبي ده، وده مش هيحصل إلا بالتفكير الإيجابي من قبل مسؤولي الشباب والرياضة واتحادات الألعاب الفردية. وأقول قولي هذا وتحيا مصر بأبنائها حرة أبية. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.